السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم خواتاتي؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة يا رب. مرحبا بكم في قناتكم مطبخ ام سيرات. خواتاتي درت لكم وصفة الميني كيك، نقدروا نقولوا عليها اكثر من رائعة، هايلة حبيباتي. وصفة تقدروا ديروها لوليداتكم مادامهم دخلوا يقراو، ونتمنوا لهم كامل موسم دراسي رائع ان شاء الله وناجح باذن الله. هذه الوصفة حبيباتي ليكم، وديروها لوليداتكم تفرحوها بهم، ولا اللي عندها طريق ولا اي واحده رايحه لاي بلاصه تقدروا تديهم في يدكم. للامانه انا درتهم وديتهم معايا طول بتشيخي وعجبوهم بزاف، سورتو عجوزتي قالت لي هايلين. نبداو على بركه الله بالوصفه خواتاتي. هنا البنات نجيبوا طاس تاع لي جو، هذا نديروا فيه 3 حبات نتاع بيض، ونزيدوا كاس الا اصبع تاع سكر، وزدت كاس تاع حليب، وزدت كاس تاع زيت. نديروا الطاس هذا كما قلت لكم البنات، اللي ما عندهاش طاس تقدروا تعوضوا وديروا البرا ميكسور عادي. ندير فاني حبيباتي، اللي عندها فاني سائله ديروا، ما عندكمش فاني سائله ديروا فاني بودره عادي. هنا كما قلت لكم البنات في بلاصه الفرينه مكون هايل، درت باكي نتاع كاطو بذوق الفاني هذا تاع ماكسون، نديروه باكي كامل، نديروه كامل ونرحيوهم المكونات كامل مع بعضهم. شوفوا البنات راهو ساهل في التحضير هايل. اللي عندها الطاس تقدري ديري بالطاس كما قلت لكم، اللي ما عندهاش طاس ديروا بالبراميكسور عادي. شوفوا درت انا بذوق الفاني وزدت 2 مغارف نتاع كاكاو، شتيتو بذوق الكاكاو تقدروا تشريو ماكسون بذوق الكاكاو عادي. اللي حبيتو يبقى ابيض خليوه هكذا، ما تزيدوش الكاكاو مره. درت 2 مغارف تاع كاكاو، وحاولوا ديروا نوعيه تكون مليحه البنات. كما قلت لكم راهي المكون الهايل هذا اللي يعطيكم قوام رائع هي الكاطو ماكسون في بلاصه الفرينه، جا هايل خواتاتي. نحيو الطاس تاعنا هذاك ونفرغوه في ريسيبيون بهذه الطريقه. بعد ما خلطنا كامل المكونات مليح مع بعضهم وتجانسوا مليح كما راكم تشوفوا. شوفوا هذاك القوام اللي عطانا الكاطو اللي درناه. هنا زدت باكي ونصف تاع كاطو، عفوا البنات، خميره تاع الكاطو، باكي ونصف فقط تاع خميره نتاع الكاطو، ونخلطهم كامل مع بعضهم بالضرب اليدوي بهذه الطريقه حتى يتجانسوا مع بعضهم. كما قلت لكم ما عندكمش الطاس هذاك تاع لي جو تقدروا تخدموا بالبراميكسور عادي. هنا جبت هذا الطاس البنات باه نقدر نخدم بسهوله، نفرغ شويه هنا. وهنا جبت البنات البلاطو تاعي اللي درت فيهم لي مول هادو الصغار، ودهنتهم بالفرين، دهنتهم عفوا البنات بالزيت ولا بالزبده، واللي ورشوهم بالفرينه. ونبداو نفرغوا الخليط تاعنا بهذه الطريقه. حاولوا خواتاتي ديروا نصف الكميه فقط في لي مول تاعنا هادو. شوفوا البنات هادو لي مول تاعهم صغار بزاف، عندي الكثر منهم، مي شتيت ندير في هادو الصغار باه يجيو مليح. فرغوا نصف الكميه فقط. هنا الفور تاعي راهو شاعل على 180 درجه، نطيبوهم من تحت ونزيدو نطيبوهم من فوق. راح يديلكم الوقت حوالي 20 دقيقه فقط البنات في الطياب تاعهم. ندي نطيبهم حبيباتي ونخرجهم من الفور تاعي. هنا ديموليتهم وحطيتهم في الطباسه هذو تاع جوطابل حبيباتي بهذه الطريقه. كما قلت لكم تحبوا تديهم في يدكم رايحه يكونوا هايلين خواتاتي كي تديوهم في يدكم. نكملوا الخدمه تاعنا حبيباتي. شوفوا تحبوا تخليهم كيما راهم ترشوهم غير بالسكر كلاصي يجيو هايلين ثاني البنات. هادو كي تعودي حتديهم في يدك برك حاولوا نزيدوهم شوي حوايج. هنا احشيوهم بهذه كريمه البندق حبيباتي. انا كانت عندي شويه لقيتها يبست لي برك، كنت راح نديرها في لي بوش، شويه يبست لي وليت نديرها غير بالمغرفه. تحبوا تحشيوهم كش ما عندكم فرويور، كش ما كونفيتور، معجون، ولا احشيوهم كما تحبوا. كما قلت لكم البنات تديوهم في يدكم حاولوا تزينوهم اكثر. ما يديروهم لوليداتكم تقدروا بسكر كلاصي فقط ولا شيكوله الطلي بهذه الطريقه، وديروا خطوط برك وتعطيهم لوليداتكم ياكلوهم. كما قلت لكم البنات انا راح نديهم في يدي، زدت زينتهم بهذه الطريقه. نزيد نعمرهم شويه بشيكولا او بتيلا وندير خطوط بهذه الطريقه البنات. عندي شويه مكسرات، عندي شويه جوز، شويه بندق، وشويه عفوا البنات شويه مكسرات. واش عندكم ديروا، عندكم شويه جوز برك ديروا. هنا عندي شويه بيستاش وشويه نتاع جوز، وعندي شويه نوازيت درتهم
من فوق بهذه الطريقه، نزينوهم بهذه الطريقه البنات. شوفوا صدقوني البنات، ديروا حاجه هكذا تديهم في يدكم احسن ياكلوهم ويفرحوا بهم ويعجبوهم بزاف بزاف. نكملوا كامل الحبات تاوعي نزينوهم بهذه الطريقه، مام وليداتنا نعطيوهم نفرحوهم بهم راح يفرحوا بهم بزاف بزاف. وصدقوني حبيباتي جاو اكثر من رائعين، راح تجربوهم ويعجبوكم باذن الله. نكملوا التزيين بهذه الطريقه البنات. انا داروا لي حوالي واحد 18 حبه ولا اكثر من 18 تالمو صغار لي مول تاوعي اللي درتهم صغار بزاف خرجوا لي حبات بزاف. عفوا البنات، هنا نكمل الحبات التاوعي الاخرين ونزيد ندير لهم كما قلت لكم احشيوهم كما تحبوا تحشيوهم حتى بفرويار اللي عندها فرويار ولا معجون كما تحبوا. هنا شتيت ندير شويه بالسكر كلاصي بهذه الطريقه، والاخرين خليتهم كما راهم. وديروا خطوط تاع شيكولا ونزيد نحط فيهم المكسرات من فوق البنات. جاو هايلين البنات، المذاق تاعهم جاء اكثر من رائع، جاو هايلين صدقوني حبيباتي راح يعجبكم. الميني كيك هذا تخدموه لوليداتكم. وهنا وجدت معنا الميني كيك تاعنا. نكمل نحط لهم المكسرات. عندي كما قلت لكم شويه جوز، شويه بندق، عفوا شويه بيستاش وشويه نوازيت بهذه الطريقه البنات. وهنا يوجدوا معنا الميني كيك تاعنا البنات، يجيو اكثر من رائعين حبيباتي. جربوهم راح يعجبوكم نتوما ويعجبوا وليداتكم. شوفوا الشكل تاعهم، راح نعت لكم كيف يكونوا خفاف من داخل. شكرا حبيباتي على متابعه الفيديو، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.